زي ما قلت ان توجو كان بيظهر بشخصيتين، الشخصية الاولى اللي هي احمد المشرقي كبطل لافلامه، والشخصية التانية اللي هو توجو مزراحي كمخرج. طب ليه كان بيظهر كممثل كده وكمخرج كده؟ لان المشخصاتي او الممثل كانت مهنة يعني غير مرحب بها عند الطبقات البرجوازية اللي هو بينتمي ليها، فكان بيستخبى في شخصية أحمد المشرقي اللي احنا قلنا إن هو ترجمة لاسمه. وفي نفس الوقت لما ابتدى يثبت نفسه كمخرج ويعمل أفلام، ابتدى يطلع بأريحية في أفلامه باسم توجو مزراحي، واختفت تماما شخصية أحمد المشرقي. بالعكس، ده ابتدى كمان يأثر للشخصية اليهودية في السينما المصرية، وكان ده من خلال أول فيلم ليه اللي هو 5001، ومن خلال شخصية البطل شالوم اللي كان بيقوم بدوره ليون أنجل، اللي هو كان بيعمل كاركتر شالوم، وده كان مساعد المخرج كمان لتوجو في الحقيقة. فلما ابتدى يعمل بقى بعد كده أفلام، ابتدى يعمل سلسلة أفلام، أول سلسلة أفلام يهودية في مصر. يعني كان عايز يعمل سلسلة مشابهة أو قريبة من أو معادلة لشارلي شابلن، فابتدى يعمل شالوم الترجمان وشالوم الرياضي. والسلسلة دي يعني اتكلموا عنها النقاد انها تعتبر اول تاريخ للشخصية اليهودية. ده بالعكس، كمان الناقد الكبير سمير فريد قال انه مفيش يهودي قبل او بعد الحرب العالمية الثانية قدر ان هو يتكلم عن الشخصية اليهودية زي ما عمل توجو مزراحي في افلامه في الوقت اللي كان بيضطهد فيه اليهود في العالم او يعانوا من الفاشية في ألمانيا. كان توجو مزراحي بيعمل أفلام بمنتهى الأريحية عن المجتمع اليهودي في مصر. ازاي تستقبلوا الناس سلسلة الأفلام دي، والنقاد اتكلموا عنها ازاي؟ هنتكلم عنها المرة الجاية، وللحديث بقية.